أيها الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد سأقدم لكم همسة إيمانية في السيرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هيهات أن تنال منك أقلام قوم لو عرفوك لأحبوك ولآمنوا بك. يا من بعثك الله رحمة للعالمين، يا سيد الخلق أجمعين، نور الهدى واليقين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شفيعنا يوم القيامة، به عرفنا طريق الله، شوقنا إلى الجنة. ما من طيب إلا وأرشدنا إليه، وما من خبيث إلا ونهانا عنه. إنه سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، عظيم في كل شيء، عظيم في أخلاقه، لم ير يوما إلا مبتسما، لم يضرب امرأة ولا طفلا، ولم ينهر خادما قط، يخدم نفسه بنفسه ويعين أهله. يقول خادمه أنا خدمته سنين فما سبني قط ولا ضربني قط ولا عبس في وجهي ولا قصرت في شيء فضربني. عظيم في روحانيته، كان يصلي حتى تورم قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. عظيم في عفوه، عند فتح مكة يقول للذين أذوه وطردوه فاذهبوا أنتم الطلقاء. عظيم صدق من قال فيك وإنك لعلى خلق عظيم. أتعلم أن نبيك قد أذي كثيرا؟ أتعلم أن حياته كلها سلسلة من المحن والابتلاءات؟ ها هو في مكة وذب عليه أشراف قريش وحبس رجل واحد وأحاطوا به يضربونه صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر رضي الله عنه وهو يدافع عنه وهو يبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وفي غزوة أحد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على خودته بالسيف ودخل الحديد في خديه وسال وجهه بالدماء. فقال عمر بن الخطاب ادعوا عليهم يا رسول الله. قال إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت رحمة، إنما أنا رحمة مهداة. فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. صدق من سماك رحمة للعالمين. لماذا صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل هذا الأذى، كل هذه التضحيات، كي يصلك الدين كاملا بعد مئات السنين، كي تنعم بحياة كريمة في الدنيا وفي الآخرة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هكذا أحبوا فلنتعلم منهم. أبو بكر رضي الله عنه يوم يكسر فخذه لرسول الله ليتوسدها فتلدغه عقرب ولا يحرك ساكنا خشية إيقاظ حبيبه صلى الله عليه وسلم، حتى تساقطت دموعه على خد رسول الله من شدة الآن. أما عن طلحة بن عبيد الله وهو يدافع عن رسول الله في غزوة أحد ويقول اخفض رأسك يا رسول الله، لا يصيبك أذى، نحري دون نحرك يا رسول الله. وانظر إلى المرأة التي قتل زوجها وأبوها وأخوها في غزوة أحد وهي لا تسأل إلا عن رسول الله، وحين رأته سالما قالت كل مصيبة من بعدك هينة يا رسول الله. إذا كانت هذه مكانة النبي عند الصحابة فأين مكانته عندك؟ وما مدى حبك له؟ بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسأله الصحابة ما يبكيك يا رسول الله؟ قال اشتقت إلى إخواني. قالوا أولست إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابي، بل إخواني، فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. أرأيت دموعهم من أجل، أرأيت شوقهم إليك؟ أكيد أنك تحبه، ولكن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ حبيبي يا رسول الله لو عرفوك لأحبوك.